عارف ان الملك يبتليه عشان بيحبه، عشان يرفعه لأعلى الدرجات. لكن التاني الساخط اللاهي الغافل، لو قلبه مش سليم على طول ما تقعد معاه يشتكي لك شكوى ومذلة. لما يكون وقع في ضيق او ضيقة او عايز مال او الدنيا معاه متغيرة، بيذل نفسه البشر، يذل نفسه العبد مثله. يا اخي ما تجرب وتتذلل للملك، جرب كده وشد سجادة الصلاة وابكي وتذلل الى الله. من الرزاق؟ هو مين اللي هيحل لك مشكلتك؟ مين اللي هيفرج همك؟ مين اللي هينفس كربك؟ مين اللي هيسد عنك دينك؟ مين اللي هيرزقك بالمال؟ مين اللي هيمدك بالصحة؟ مين اللي هيكون السبب في شفائك؟ مين اللي هيكون السبب في رفع عنك الهم والحزن والضيق؟ أليس الله بكاف عبده؟ تسأل عبد زيك لا حول به ولا قوة. اسأل الملك، اسأل الكريم. يبقى الشاكر هتلاقي قلبه سليم، بيستقبل اي احكام بنوع من الرضا والتسليم، لانه عارف انه في اختبار من الملك الكريم. يبقى على طول هتلاقيه ظهر على لسانه الحمد والشكر للعظيم، في كل احواله سعيد، حتى في وقت الضيق سعيد. في ناس كده سبحان الملك بيعرف يؤدي حق شكر الله صح. طب الشكر باللسان وهو أن تتحدث بنعم الله عليك، وأما بنعمة ربك فحدث. ده أنا ربنا كرمني، سترني، ستر عيوبي، ستر أوزاري، ستر سيئاتي وذنوب خلواتي، في أشياء كتير انت غافل عنها. ربنا كرمك ومدك بصحة غيرك محروم منها،